تلاقي البداية تقول والله لن يكون. بس كده. مصر إسلامية إن شاء الله ولن يكون. أنا بكلمك عن كلام أهل العلم. مصر مسلمة. هي مسلمة غصب عنكم، ده أنتوا اللي هتضيعوا الإسلام منها، والله العظيم. اتق الله وتأدب وإلا سلكتك بحاد لساني. وأنا أمسك نفسي قدر طاقتي. أنت طول النهار في السل؟ لأنك تستحق هذا. وأنا ما عنديش لسان؟ لا تصمد أمامي. تحت الهوا هوريك السموم. تحت الهوا هوريك السموم. تأدب. تحت الهوا والله تأدب. تحت الهوا والله لي حذاء. لا والله العظيم اقسم بالله امسح بيك البلاط. لي حذاء البس. انت يا عيني اتدمرت للدرجه. والله لي حذاء البس. هي دي اخلاقكم. هي دي اخلاقكم. لي حذاء البس. انا مبسوط انك بتعمل كده قدام الناس. هي دي اخلاقكم. تأدب. هي دي اخلاق. انا اعلمك الادب واعلم جماعتك كلها، بس برافو عليك انك تمسك حذائك. انا مبسوط جدا بيك. رجع عشان أنا ترى ما دليلك يفعل. راح. دليلك راح. سلني أجيب. رجع سلني أجيبك. ما خلاص بقى، احنا اللي عايزينه خدناه منك. انا مبسوط جدا باللي ما انت قلت إلا حقا ولا أعتذر عن قولة حق. انت ضعت يا شيخ محمود، انت ضعت يا أخي تأدب. والله العظيم والله لن أسكت لك. والله انت ضعت، وانا تحت الهوا هوريك اللي انت مسكته ده، بس عشان الناس ما تشوفش المنظر. تحت الهوا اوعدك لحظة هوريك نوع تاني من الهزيمه. تأدب والله. هوريك صدقني نوع تاني من والله الهزيمة. تأدب. بس تحت اول ما يطفي النور، عارف لما يطفي النور الضوء الظلمه اللي انت ما بتحبهاش، قلت ايه اهل المعصيه بقى ما بيحبوش الظلام. انا هوريك المعصيه في الظلام. لحظه يا أخي تأدب وإلا قمت لك. اتأدب انت واحترم نفسك. ده انت مسكت جزمتك يا راجل. ده انت ما عندكش ذره اخلاق. حد يعمل كده والله لا تستحق الا هذا. صح، وانا هوريك هتستحقه بس اوسخ من الجزمه شويه. لحظه خلاص انا اللي عايزه على فكره اقول. لا انه عم نتكلم بالدين ووصلنا هون. معقول؟ اتفضل قول سؤالك عشان عاوز امشي بعد اذنك، عندي موعد. ايوه واخرتوني ساعه عن موعدي. خلاص تخرج وقال كل حاجه. خش بقى اللي بعد. ما قلت هذا يا مدلس. التلفزيون موجود. ما قلت هذا يا مدلس. الشريط موجود. اتفضل. جينا نتكلم عن الحدود وتطبيق الحدود. في روبورتاج لقينا معظم الناس في الشارع عم بيقولوا انه الحدود اصلا مطبقه، يعني هم عاوزين يطبقوا لا وجود لهذا يا اخي. اسلامنا ليس هو الحدود. اسلامنا والشريعه الاسلاميه عبادات، معاملات، اخلاقيات، عقائد. ما هو والحدود باب من ابواب العقوبات. وليس كل العقوبات. ما هي الحدود التي تطالبون بتطبيقها نحن لا نريد تطبيق الحدود وحدها، نريد تطبيق الشريعه كامله. هي مطبقه. ليست مطبقه، هو يدعي هذا وهو ولكن معظم الناس يقولون ما لا يرون. يقولون عندنا في دستورنا السابق لو حدث الزنا بين رجل وامرأة برضا الطرفين لا مقاضاة. عندنا في الإسلام لو أتى شهود 4 إن كان محصنا يرجم. لو أتى وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة. توني عايز أشرح حاجة بعد. إنما مع احترامي أنا أريد أن أخذ فرصتي حتى أرحل. تفضل. والله عندي مسجد الآن. تفضل. عندنا الزنا له عقوبة، السرقة لها عقوبة، وعندنا عقوبتنا هي الرادعة، لأنها صناعة الله وأمر الله الذي خلق ويعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عندكم في أوروبا من سرق حبس، والسرقة تزيد كل يوم عن يوم، ويدخل إلى السجن يتعلم الفشل ويتعلم الإساءة. أما عندنا الحدود زواجر، جوابر، كفارات. نقول من سرق ستقطع يده بشروط زجرا له، لا إرادة منا لقطع يده. أن يسرق مكلف نصابا من حرز لا ليأكل، يعني لو كان صغيرا أو غير عاقل سرق غير نصاب أقل من 500-600 جنيه نصاب ربع جنيه ذهب، لو سرق